نسبة إنه شخص ممكن يروح ويساعد هي أصلاً قليلة. شخص كانت تثق بي لدرجة انه هي ممكن تدخله بغرفتها وهناك خنقها بسلك كهربائي الى ان ماتت بطريقة وحشية، لان القاتل ما كفى موته وبس، بعدين نقلها من مكان الى مكان وحرقها. منو هي نور الدليمي؟ ومنو هذا الشخص اللي قتلها؟ وشنو السبب؟ وليش بنية بعمر 18 سنة تعيش بأربيل؟ وشنو دور إدارة الفندق بالموضوع؟ كل هاي الأشياء راح نفهمها بهذا الفيديو. بس قبل كل شيء لازم أقول لكم إنه كل القصص اللي أنشرها بصوتي أنا أمجد الهلالي هي للعبرة فقط وليست لنشر الفساد، وكل القصص تنشر على قناتي باليوتيوب كاملة. وهسه نبدي القصة. نور الدليمي هي شابة عراقية عمرها 18 سنة من بغداد، عايشة صار لها فترة بمحافظة أربيل بإقليم كردستان هي وأختها، وأكو بعض القنوات يقولون إنه هي صار لها 6 سنوات بأربيل. اشتغلت بمجال الإعلان، يعني معناتها هي عمرها 12 سنة وراحت الأربيل؟ صراحة أهلها ما قبلوا يصرحون عن هاي التفاصيل، بينما من المفروض إن هم يحجون حتى الناس تعرف شنو السبب اللي خلاها تعيش بأربيل، وخاصة بهذا العمر. لأن واحدة من الأشياء اللي صارت وهي من المفروض إنه يحجون أهلها، لأن القضية صارت رأي عام والسوشيال ميديا والإعلام صار كله يحكي بيها. زين، منو هذا الشخص اللي قتل نور الدليمي؟ وين اختفت صديقتها السورية اللي كانت وياها؟ أولاً بتصريح من شرطة المحافظة أعلنوا بيه عن أحرف اسمه الأولى، وبعد انتهاء التحقيقات راح يعلنون عن الاسم الكامل. بس صراحة مو اسمه هو المهم، تفاصيل القضية واللي راح تشوفوه بهذا الفيديو هو الأهم. ميم باء ذال، هذه هي الأحرف الأولى لاسم الشخص اللي قتل نور الدليمي، واللي هو سوري الجنسية، واللي شفتوه قبل شوية بالفيديو هو نفس الشخص اللي قتل نور. والأهم من هذا هو أن نور كانت موجودة بنفس صندوق السيارة اللي شفتوها، لأنه بكل بساطة هنا الساعة كانت تقريبا 3:30، بينما هو قتل نور الساعة 2:30، يعني بعد ساعة من ارتكاب الجريمة. يعني بين ما طلع الجثة مالتها من الفندق واخذها للمكان اللي حرقها بيه. بكل اختصار، هذا الشاب السوري اللي هو اصلا كان يعرف نور من فترة كان مخطط للحادث، لان كانت بيناتهم خلافات، ولما راح لها صار بيناتهم خلاف، وهذا الخلاف يخص فلوس كانت بيناتهم على شغل. وصديقتها اللي كانت وياها بعد ما كانوا يسوون مساج، حسب ما قال ميم باء ذال هو نفس الشخص اللي قلت لكم عليه، وحسب اعترافاته قال احنا اثنيناتنا كنا بحالة سكر. للمعلومات كل التفاصيل اللي قاعد اقولها مذكورة وابد ما جبت شيء من جيبي. وهو قال بس لما حكيت وياها على مود فلوس تعاركنا، ورشت على وجهي محلول او بخاخ اسود، على الاغلب هو كان فلفل من هذا اللي يرشوه بالشرطة او بالشارع للبنات. هو طلع من الغرفة، بس وهو طالع جت عينه على سلك كهرباء كان موجود يم الزبالة، ورجع لها للغرفة بسرعة، وهي الفطيرة رجعت دخلتها للغرفة، وكانوا قاعدين وقال لها هسه تنطيني الفلوس لو لا. فهو هنا لف الواير او السلك الكهربائي على رقبتها الى ان ماتت، وبعد ما ماتت لف الجثة مالتها بقماش، وبعدين جمع كل ممتلكاتها من ذهب وفلوس. بس هو يقول لا ما اخذت فلوس بس الذهب، وقلت بعدين انا ابيع الذهب واصرفه. وبعدين رجع شالها ووداها للسياره، وبعدين توقف بالطريق حتى يعبي بنزين، وبالاخير راح كمل جريمته ورش عليها البنزين اللي اشتراه وحرقها. وتم التبليغ انه اكو بنيه قاعد تحترق بفعل فاعل، ولما وصلوا الشرطه لمكان الحادث ما لقوا من جثتها غير شويه عظام وشعرها، واكو شهود كانوا بنفس المكان يقولون انه تك من رجلها وشعرها وشوية عظام. يعني هذا الشاب ارتكب بدل الجريمة 4 جرائم. والمهم بعد كم ساعة قدروا من خلال كاميرات المراقبة انهم يتبعون هذا الشخص ويجيبوه. واكو رسالة أريد أقولها لكل الأشخاص اللي يحاولون يرتكبون جرائم. لازم تعرفون أن سلطة القانون كلش قوية بالعراق، وإذا ارتكبت أي جريمة أو فكرت راح يجيبوك، لأن الكاميرات بكل العراق موجودة.
فنصيحة لك لا ترتكب جرائم. السؤال هنا، شلون طلعها من الفندق اللي هو قريب على الفاميلي مول، يعني مكان المفروض حتى لو دنيا ليل بس اكيد اكو هواية ناس، واذا قلنا دنيا ليل وماكو ناس عمال الفندق موجودين. يعني انا هسه اذا اروح على اي فندق باربيل او باي مكان من اصعد وانزل ما حد يشوفني، حتى اذا كانت الساعة 2:30 بالليل، الا اذا كان هذا الشخص يشتغل بنفس الفندق، وطبعا هذا الشيء مبين من اللبس اللي هو لابسه، وحسب ما هو انطاهم خبر هي وصديقتها انه بس تعالوا اني اجر لكم غرفه. هذا سؤال كلش مهم اوجهه لشرطه المحافظه، وبنفس الوقت لازم يسوون حمله على اي شاب ما عنده شغل وموجود باربيل وبكل محافظات العراق، مو بس اربيل، سواء كان سوري او من غير جنسيه، لانه اللي ما عنده شغل او فلوس ممكن يسوي اي شيء حتى يعيش، او توفروا لهم شغل. وضروري اعرف رايكم انتم اللي تشوفون هذا الفيديو، شنو رايكم بالمقترح اللي اقترحته قبل شويه او التساؤلات اللي تخص نور الدليمي؟ وقبل ما ينتهي هذا الفيديو خلينا نسمع تحليل ديما اسعد او رايها بالقصه هذه او الموضوع، وانتم علقوا على كل اللي راح تقوله ديما اسعد بالتعليقات. المهم خلينا نسمع رايها. هلا أمجد، إن شاء الله ما تكون تعبت من تفاصيل هذه القصة. أمجد، أكو صفحة أنا متابعتها على انستغرام اسمها هي الثورة، اللي تخص NGO، ومن ضمن البوستات اللي تنشرها هذه الصفحة هي حالات الاعتداءات، القتل، بصورة عامة التعنيف اللي تتعرض للمرأة، وحالات مسجلة، بس هذه الحالات ما تصير ترند مثل قصة نور. بس قصة نور هي قصص صايرة، يعني دا تصير بين فترة وفترة، فجأة نسمع بوحدة انقتلت وصارت ترند. فأني أكو شيء يعني هو مو صحي أنا دائما أسويه من تصير هيجي حالة ترند، ما أعرف ليش، لسبب ما أروح أشوف التعليقات، يصير عندي فضول الناس شنو دا تحكي، وأغلب الوقت التعليقات هي كلها مسيئة، مو بس يعني للشخص كونها امرأة، بس مسيئة يعني حتى إنه البنية ماتت خلص. فهسه إذا تروح أنت وتشوف التعليقات اللي تنكتب عن نور، يعني اليوم من ضمن التعليقات اللي شفتها أنه واحد يقول إلى جهنم وبئس المصير، لو وين أهلها وليش ليش وحدها، شعدها بالفندق، شعدها كذا، يعني نفس الباترن اللي مرية هي، يعني تعرضت الاضطهاد معين، بس الغلط منها هي، يعني ماكو ذكر للشخص اللي سبب هذا الاضطهاد. فأنت أكو شيء ذكرته بالقصة بالتحقيقات مالتك، من ضمن الأسئلة اللي أنت دا تستفسر عنها إنه شلون هي نزلت، شلون هو نزلها من الفندق، وشلون دخلها بالسيارة وما حد انتبه أو ما حد سوى شيء. ممكن الجواب على هذا السؤال ببساطة إنه البنية وحدها، وأكو حكم مسبق عليها إنه هي هاي البنية سيئة أو مو زينة، أو يعني ما أعرف إحنا شنو يعني المصطلح المناسب، بس من أكو شخص إحنا أصلاً كشعب قررنا إنه هذا الشخص هو سيء ونحكم عليه، فنسبة إنه شخص ممكن يروح ويساعد هي أصلاً قليلة. يعني ممكن هم فعلا بالفندق شافوها، بس شافوا هاي الشخص أو شافوا هذا الشخص ويا الشاب السوري، بس ما سووا شيء لأنه يعرفون هاي الشابة وما تدخلوا. فيعني شيء متوقع، شيء كلش حزين بس متوقع، ومن تقرأ التعليقات تتأكد إنه ممكن أكو هيجي شيء يصير. يعني مع الأسف أنا هاي الأشياء اللي انتبه عليها من تصير هيجي حالات ترند، وما أتوقع هاي الحالة الأخيرة. يعني صراحة رأي ديما كلش حلو كان، فأتمنى تعلقوا لي على القصة هذه وعلى رأي ديما، وخلينا نشوف التعليقات شنو راح يكتبون عن هاي القصة اللي تخص نور الدليمي. لهنا ينتهي الفيديو حبايب قلبي، ولا تنسون أن عندي قصة تنزل كل أربعاء الساعة 6 مساء، وهنا سووا لايك ومتابعة لهاي القناة، وأتمنى تستمتعون بكل القصص. سلام.